الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وصار على نهجك إلى يوم الدين، وبعد. فسؤالنا يقول: ما هي الاحتياطات التي وضعها الإسلام لإثبات جريمة الزنا؟ وللإجابة نقول: إن الإسلام برغم أنه أخاف الزناة وأرهبهم، فقد جعل هناك احتياطات لإقامة الحد. فأول هذه الاحتياطات أن الإسلام رد الحدود بالشبهات، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. لذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات، يعني الحدود إذا كانت هناك شبهة تبطل إقامة الحد فعلينا أن نأخذ بهذه الشبهة. كذلك من الاحتياطات التي وضعها الإسلام لإثبات جريمة الزنا أنه لا بد من إثبات الزنا وجود 4 شهود عدول من الرجال، فلا يقبل في هذه الجريمة شهادة النساء أو شهادة الفسقة من الناس. كذلك وضع الإسلام من الاحتياطات أنه لا بد أن يكون الشهود 4 رأوا جريمة الزنا نفسها رؤيا عين، وهذا أمر يصعب ثبوته. كذلك لو فرض أن 3 من الشهود 4 شهدوا بشهادة، وشهد الشاهد الرابع بشهادة خلاف شهادتهم، أو لو أن أحد الشهود 4 رجع عن شهادته، فقد أوجب الإسلام إقامة الحد على الشهود 3 وسماهم فاسقين، ولا بد أن يقام عليهم حد القذف. هكذا وضع الإسلام احتياطات لإثبات هذه الجريمة البشعة. ومعلوم أن الإسلام لا يجلد الناس ولا يقيم عليهم الحدود بمجرد الظن أو الشبهة، وإنما لا بد من وقوع الجريمة حتى يقام عليها الحد. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.